صباح الفل، صباح السكر، صباح العسل. احلى صباح على عيونكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. بصوا بقى كده، كان في حبه دقيق صغيرين كده، يعني قيمه نص كوبايه تقريبا. تمام. فولادي ايمن بيتوحموا النهارده، بيتوحموا يعني نفسهم رايحه للفطير المشلتت. فبصراحه انا مش شاطره فيه قوي، يعني انا خايبه جدا يعني، بس قلت إيه اعمل لهم فطير مشلتت. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب قلبك يطيب. يلا نشوف هنعمل ايه. قعدت جبت كيس دي كده متعدد، اه يا اختي ادي وقع يا حول الله، لا رجعنا عدنا تاني. طبعا الكيس زي ما انتوا عارفين الكيلو بيعمل فطيرتين حلوين محترمين. لكن انا يعني هراضيهم كده بفطيرتين صغننين كده، الاسم ان هم اكلوا فطير مشلتت وخلاص. لان بصراحه زي ما قلت لكم ان انا مش شاطره في قد كده يعني ولا حاجه. تمام. تمام، انا شهيت الدقيق دلوقتي كده برضو. يعني ايه يعني لزوم ايه ان احنا النظافه بس لا اكتر ولا اقل. طبعا حارة ذرة سكر صغيرة، يعني معلش هي صغننة كده بتاعت سكر. انا بحب احطها، هي عامة مش مهم تتحط يعني. تمام. عملت نص كيلو، ده نص كيلو دقيق يا جماعة، ده نص كيلو دقيق. حطيت ذرة ملح من الحلال طبعا. وكان عندي نص كوباية لبن كده، كانت في مكان اللبانة خدتها بشوية مية كده. ورحت رايحة حطاها. طبعا برضو نص معلقة بيكنج باودر من بتاعة الشاي الصغيرة يعني. يعني دول كانوا شوية لبن كده، نص كوباية لبن، حط عليهم برضو قيمة كوباية ونص مية كده او كوباية مية. تمام كده. زي ما انتوا فاهمين ان الفطير المشلتت مش بيتحط فيه خميره ولا حاجه. صلاتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت اللي وصل لحد هنا تحط اللايك بتاعها بقى، ما تنسوش تحط اللايك، ما تنسوش تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميله، ما تنسوش اللي عنده اي تعليق او اي حاجه عاوز يقولها يقولها لي وعرفني برضو تعليم، ما فيش فيها حاجه. احنا اسره مع بعضينا، بنعلم بعضينا ببعضينا. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بلف شويه دي اهو، ما شاء الله عليا، اسم الله عليا وعلى جمالي، ده انا بنت بصوا. بريمو بريمو بريمو. بس بريمو ايه؟ يعني كده يعني، واخدين بالكم انتوا طبعا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدقيق ده على فكره مش كان نفسي ان انا احط فيه شويه دقيق بلدي اللي هو القمح يعني. بس للاسف مش في عندي يعني، ما كانش في عندي. فاكتفيت بالنص كيلو، واللي هو المفروض يعمل فطيره واحده بس. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب. زي ما قلت لكم طبعا انا كان عندي معلقه قشطه واحده بس اللي هي وش اللبن. واحده بس. طبعا كان في عندي برضو بتاع معلقتين سمنه. خلاص العجينه هي ما شاء الله تبارك الله. عجنتها بقت زي الفل وسبتها ترتاح قيمه 10 دقايق كده تقريبا، عبال ما جهزت الصينيه وحاجات زي كده. تمام. خلاص انا يا دوب هعملها فطرتين، يعني فطرتين صغيرين يعني، مش فطرتين من اللي بالكم فيهم يعني. هم يا دوب النص كيلو دي حته العجينه دي يا دوب تعمل فطيره واحده بس. لكن انا هعمل اتنين صغيرين كده. يعني اراضي الجمهور. يا محمد عاوز فطير، ومنى عاوزه فطير. وانا طبعا بقى ايه يعني، قلنا هنقوم يعني احنا الكلام ده اصلا كان الساعه 10 كده تقريبا او 10 ونص كده الصبح. عاوزين ياكلوا بقى فطير وحمه النهارده بقى. فقلت يلا مش مشكله اعمل لهم الفطير. شايفين الصغنونه الجميله دي؟ اللهم بارك. وعلى فكره والله العظيم ربنا يبارك فيهم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وفطرونا وكانوا بسم الله ما شاء الله زي العسل. دي السمنه بتاعتي اهي. تقريبا نص يعني كوبايه الا ربع سمنه وربع زيت. نبقى صريحين يعني، ده اللي انا عملته. انا قلت لكم يا جدع يا جماعه من الاول ان احنا نبقى شطار مع بعض كده. انا مش شاطره في الفطير ولا حاجه يعني. حاجه على قدها كده يعني، حاجه على قدي يعني، في على قدي. طيب يلا اللهم صل على سيدنا محمد. الصينيه بتاعتي بقى كانت ناشفه وجميله، دهنتها سمنه. وبفرد بقى الفطير بتاعي عليها زي ما انتم شايفين كده. مش قلت لكم ده انا بصوا هبهركم انا. شايفين؟ شايفين الفطير على فكره اتخرمت مني. يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شايفين الجمال والتوريق، واتخرمت مني بقى. وبصوا كانت حاجه عسل عسل عسل. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زي ما انا شاطره كده برضو في اكلات حلوه كتير الحمد لله برضو. ان شاء الله ان شاء الله برضو مره في مره. ببقى متفوقه يعني، فمش كل مره بتعدي مني يعني كده. لا. عملتها مرات كتيره ما اتخرمتش، كانت زي الفل وزي العسل وكانت سكر كده وجميله. المره دي اتخرمت مني بصراحه، الدقيق بتاعها ما كانش مريحني يعني. للامانه والله. ما هو دقيق بقى على رأي محمدين بيقول لي ده دقيق من تحت السلم يعني. اسوأ دقيق او اسوأ نوع في انواع الدقيق يعني. الحمد لله الحمد لله. خلاص كده الفطيره بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بقت زي العسل اهي. وخلاص دهنت الصينيه بتاعتها سمنه. وحطيتها بقى ايه ترتاح كده شويه. وهشوف الصغنونه الجميله التانية بقى اللي زيها بقى اختها. بنتها يا جماعه بنتها. اهي ده يا دوب كبيرها قرصتين. كبيرها قرصه. بس يلا عشان ما ازعلش العيال مالناش بركه الا هما. المهم ان هما ياكلوا ويدفوا واتبسطوا بالذات في ايام البرد النهارده عندنا.
برد وشتاء في جمصة، الجو برد قوي قوي النهارده. يعني انا حاسه على نفسي بالبرد، مع ان الجو هنا في جمصة دايما دافي وجميل، بس انا حاسه بالبرد بصراحه. المهم والدنيا شتيت بقى، وبصوا كانت حاجه عسل، كنا قاعدين عند الفرن والدنيا مطرت كده بسيط كده علينا، احنا بنعمل فطير يا رب قمنا ولسه رايحين نفطر لقينا الدنيا مطرت علينا. شايفين بقى؟ ما شاء الله تبارك الله، انا فردتها فرده جميله اهي، بس اتخرمت برضو زي ما قلت لكم مني، لان برضو زي ما قلت لكم انا مش مرتاحه للدقيق اولا. وتانية على دي زي ما قلت لكم برضو انا مش هخبي عليكم ان انا مش شاطره قوي في الفطير، انا يعني شاطره بس نص كم يا جماعه. طبعا يعني تشجعوني بقى بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميله. نفسي القناه ترجع تشتغل زي ما كانت، ونفسي ارجع اشتغل زي ما كنت فعلا فيها. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وربنا يكملها بالستر. وربنا يسترها معانا دنيا واخره يا رب، احنا وانتوا والناس كلها يا رب، اللهم امين. وربنا يجعل سنة خير وفرح وسعد يا رب. شايفين الفطيرة؟ بصوا فطير، بصوا يا جماعة فطير فاخر من الآخر. المهم احنا هنعمل فطير يا جماعة. طبعا حتى لو هي صغيرة او مش حلوة، يكفي ان انت او مخرومة عادي عادي، يكفي ان انت عاملاها في بيتك بايدك نظيفة. دقيقك نظيف، حاجتك نظيفة، سمنتك نظيفة، الكلام الحاجات انت نفسك عاملة فيها نظيفة. حتى لو كانت الصينية محروقة من بره او كلام من ده، بس نظيفة، يكفي انها مغسولة ونضيفة ما شاء الله اللهم بارك. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ابني بقى فرحان بقى، واقف جنب الفطير عاوز اكل فطير. والابله لوجي بقى دخلت لبست هدومها وراحت الدرس، فجايه تبوسني بقى، يعني جايه تبوسني وتقول لي انا رايحه الدرس بقى. جايه شنطتها حاجتها وتوكلت على راحه الدرس. متنسوش تحطوا اكبر واحلى لايك علشان خاطر لوجي، عشان خاطر محمد حبيب مامته يعني. ربنا يبارك فيه وفي ولادكم والمسلمين اجمعين يا رب. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وهي بقت تتوغل كده وبتتغلغل كده مع السمنه في الفرن، حاجه بسم الله ما شاء الله عسل. على فكرة انا بحبها مقرمشة، انا بحب الفطير ده مقرمش يا جماعة. ده ظهرها، دي ظهرها بقى لو شفتوا وشها شكله جميل كده وحلو، عشان كده انا عاوزه اكل المقرمش ده بقى مزاجي يعني. متنسوش تحط اللايك، وما تنسوش بصوا انا عامله جنب منها دي جبنه قريش، وده المش اللي انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو. وكنت عامله طبق مسقعه صغنون كده، قلت حاجه تقضي الغرض يعني. متنسوش تحطوا اللايك، وما تنسوش تدعموني كده يا جماعه بكلمات حلوه كده بالله عليكم، وتدعوا لي ربنا يوسع عليا وعليكم وعلى امه محمد اللهم امين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله. ويا رب لا يحرمني منكم ولا يحرمكم من اللهم امين، واسع ارزقنا جميعا يا رب العالمين. اشوفكم في فيديو جديد، واترككم في رعايه الله، ومع الف الف سلام.